فضلا وليس أمرا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. تأهل المنتخب البرتغال إلى يورو 2024 عقب فوزه على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 3-2 مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا يورو 2024 المقبلة. سجل جونزالو راموس الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 18، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يحرز دافيد هانكو الهدف الأول لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 69. ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثالث للبرتغال ضد سلوفاكيا في الدقيقة 72، قبل أن يضيف ستانيسلاف لوبيتيكا الهدف الثاني في الدقيقة 80. وحرص الاتحاد البرتغال لكرة القدم على تكريم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده. وقام مسؤول الاتحاد البرتغال بتكريم الدون قبل انطلاق مباراة برازيل أوروبا مع نظيره سلوفاكيا، حيث يتصدر النجم البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في تاريخ كرة القدم برصيد 202 مباراة حتى الآن. وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي: حراسة المرمى دييغو كوستا، الدفاع ديوغو دالوت، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، جواو كانسيلو. الوسط برناردو سيلفا، بالينيا، برونو فرنانديز. الهجوم رافائيل لياو، راموس، كريستيانو رونالدو. ويحتل منتخب البرتغال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا يورو 2024 المقبلة برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد فوزه في مبارياته السبع الماضية. بينما يتواجد منتخب سلوفاكيا في وصافة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن البرتغال أصحاب الصدارة.